القرية الاستراتيجية لكونه يدخل في صناعة الخبز الذي يعتبر الغذاء الرئيسي للمواطن المصري. من هذا المنطلق تقوم مديرية الزراعة بالفيوم حاليا بحصر المساحة المنزرعة فعليا، والتي بلغت ما يقرب من 200,000 فدان في جميع مراكز المحافظة، تمهيدا للاستعداد لموسم الحصاد إبريل المقبل، ولتشكيل لجان استقبال القمح بحد أدنى 12 أردب للفدان. السنة دي الدولة مشكورة اهتمت بالقمح، والقمح طبعا احنا كلنا عارفين ان هو محصول استراتيجي ومحصول مهم جدا وأمن قومي بالنسبة للبلد، وبيوفر طبعا عملة صعبة في الاستيراد. فالدولة مشكورة زودت الأرداب بالقمح السنة دي 250 جنيه عن السعر الاسترشادي اللي كان معلن في أول الموسم اللي هو كان 1000 جنيه. لا، تأثيرها كويس جدا. أولا هيشجع المزارعين على التوريد، إن هو يخليه يورد، ما يحتفظش بكمية قمح كبيرة في بيته وما يلجأش للسوق السوداء. ثانيا هيشجع المزارع على الزراعة في الموسم الجاي إن شاء الله مساحات أكبر، لأن هو كده هيبقى عنده عائد من القمح أفضل من محاصيل تانية كتير. الفكرة كلها الدولة السنة دي قدمت دعم كويس جدا للمزارع، تشجعوا وتحسوا على التوريد، وبالفعل يسيب اثر كبير جدا. طبعا ليه اثر كبير جدا. احنا بنتمنى من الله سبحانه وتعالى السنه دي يكون المحصول وفير، عشان نقلل الفجوه الغذائيه ونقلل استيراد الكميات الاضافيه اللي بنحتاجها من القمح. والمزارعين السنه دي من خلال رؤيتنا ليهم عندهم اتم الاستعداد. طبعا عندهم اتم الاستعداد للتوريد. هذا وقد رحب المزارعون بمحافظة الفيوم بقرار الحكومة بزيادة سعر أردب القمح 250 جنيه زيادة عن العام الماضي، الأمر الذي ساهم في تشجيع الفلاحين على زراعة المحصول هذا العام. الجدير بالذكر أن مديرية الزراعة بالفيوم سوف تنفذ قرارات الدولة الخاصة بحظر بيع القمح خارج لجان استقبال الأقماح بالمطاحن الخاصة بالتموين، وسوف يتم تنفيذ العقوبات المقررة في